بألقابه بأمجاده بإنجازاته. الثالث للنادي الأهلي. النادي الأهلي أحسن فريق. الأهلي ثلاثية تاريخية. لماذا ترفضينني يا كأس الذهب؟ فين روح فليلة النادي الأهلي؟ يا عم كاس العالم للانديه ايه؟ انتوا عمالين تضحكوا على الناس وجماهيركم. كاس عالم الانديه يا ابني انتوا هتروحوا اول طياره وهترجعوا. الحكاية بدأت مع الجيل الجديد وتحديدا بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا 2020 نهائي القرن. القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكورة الجول، القاضية ممكن، القاضية ممكن. شغف الجمهور انه يتفرج على الأهلي في كأس العالم للأندية كان عالي جدا، والكل منتظره بفارغ الصبر لأننا أخيرا هنلاعب فرق أوروبية أو آسيوية أو لاتينية في مباريات رسمية في بطولة معتمدة، بعيدا بقى عن ماتشات أفريقيا بتاعت الساعة 3 العصر واللعب على نجيل صناعي. لكن على قد ما كانت الأجواء ممتعة في كأس العالم إلا إن العائق في طريق الأهلي لا الشمس ولا التحكيم ولا أجواء أفريقيا الصعبة، العائق أكبر من إمكانيات القارة محليا بأكملها. وخلينا نوضح الموضوع اكتر وايه الصعوبه اللي هيواجهها الاهلي في كاس العالم للانديه 2020. وقتها اللي فاز بدوري ابطال اوروبا بايرن ميونخ نسخه فليك، يعني حضرتك قبل ما يوصل لك ويلعبك في كاس العالم واخد فرق اوروبا كلها خمسات في تمانيات. ايه انا عايز الكلام الماسخ اللي بتقوله دي؟ ايوه ده سؤال مهم. وكان علشان توصل للنهايه على الاقل لازم تتخطى عقبه بطل اوروبا. لكن تفتكر الجمهور هيستسلم؟ اول مباراه للفريق كانت قدام فريق الدحيل القطري، فريق مستقر وعنده نجوم كبيرة، والبطولة هتتلعب على أرضه ووسط جمهوره. وهنا الجمهور بدأ يقلق، هل هنوصل نص النهائي ولا هنطلع من أول ماتش؟ علشان وقتها الاحتمالات تنتهي بأقدام حسين الشحات بتسديدة من خارج المنطقة تهز شباك الدحيل القطري. قلت لكم بأن السر يكمن عند حسين الشحات. ورسميا ساعدنا النص نهائي كاس العالم للانديه، ورسميا برضه هتلاعب بطل اوروبا بايرن ميونخ. لكن تفتكر جمهور الاهلي وكتيبه بيتسو موسيماني قرروا الاستسلام؟ في الحقيقه والله الفريق قرر الاستسلام، والاستسلام ما كانش من لاعب واحد او اتنين داخل الفريق، الاستسلام جاي من المدرب نفسه. لما بيتسو موسيماني قرر يقولها صريحه كده، احنا مين عشان نلعب بايرن ميونخ؟ ده عملاق اوروبا كلها يا رجاله، صباح الفل، دول عندهم ليفاندوفسكي وانا عندي كهربا. موسيماني طبعا النهارده بيسالوه عن توقعاتك مع بايرن ميونخ، قال لهم مين احنا عشان نتوقع امام بايرن ميونخ؟ دي مباراه احنا داخلينها للمتعه فقط لا. وقتها في جماهير شافت انه استسلام وخوف زياده عن اللزوم، وفي جماهير كانت واقعيه وشافت انه يا عم ده مباراه للمتعه مش اكتر، علشان تخلص المباراه لصالح البايرن على الاهلي 2-0 باقدام ليفاندوفسكي. طبعا مش محتاج افكرك ان نوير كان واقف في نص الملعب، وان التسديده الوحيده كانت من نص ملعبنا ومن كهربا لما حب يستغل تقدم نوير، علشان بعدها يفوز الاهلي على بالميراس البرازيلي 3-2 في ضربات الجزاء بعد مباراه انتهت بالتعادل السلبي، ورجعنا بالمركز الثالث راضيين و100 فل و10. الجمهور بعدها بدا يحب كاس العالم ويديه اكتر من حقه، لان المنتخب المصري ما كانش عنده فرص في الصعود لكاس العالم للمنتخبات، فالجمهور عموما حب البطوله بغض النظر عن انها بتخلص بعد ماتشين 3، علشان نيجي بعدها لكاس العالم 2021 واللي بيتأهل له الاهلي للمره الثانيه على التوالي. والجمهور هنا اول حاجه بدأ يدور عليها هو مين بطل اوروبا، ما ده الشيء الوحيد اللي وقفنا في البطوله اللي فاتت، والبطل المره دي تشيلسي توخيل. والنتائج الخاصه بتشيلسي وقتها ما كانتش مرعبه زي مباريات البايرن، هو ايوه فريق اوروبي بس الناس بدأت تتعشم، وهو العشم يا صديقي. فضلنا نعمل مقارنات تبان عبيطه شويه بين مندي والشناوي ونقول يا جماعه ممكن، والبطوله بتنادينا والله علشان تنزل القرعه. واول ماتش لينا قدام مونتيري المكسيكي، واللي يخوف مش مونتيري، اللي يخوف في اللي بعد مونتيري، وكل الخوف على اللي جاي مش على اللي بعد كده. المهم نلعب اول مباراه قدام مونتيري ونفوز بهدف وحيد سجله الناشئ محمد هاني، علشان نلعب مين بعدها؟ زي ما قلت لك اللي يخوف مش مونتيري، اللي يخوف في اللي بعد مونتيري. والمفاجاه كانت اننا هنلاعب بالميراس البرازيلي اللي احنا لسه واخدين التالت على العالم في البطوله اللي فاتت على قفاه، واللي هو تحس انهم نازلين ياخدوا بطارهم، علشان بالفعل تخلص المباراه بعد حنكشه تكتيكيه امام مهاره وقوه بدنيه من لاعبي السامبا ب 2-0
لصالح بالميراس. طيب يا سيدي، وتشيلسي وحلم التأهل للنهائي، وعمالين نقول خصم اوروبا اسهل من بايرن وناسيين اصلا فرق امريكا الجنوبيه. وما اكدبش عليك، خبر موضوع الخساره كان يزعل وعامل حاله من عدم الرضا بين الجماهير، لحد ما الامور وضحت لينا ان الهلال السعودي هيلاعب الاهلي في مباراه تحديد المركز الثالث. وما اكدبش عليكم، الجماهير السعوديه كانت بتحفل على الاهلي قبل حتى بدايه الماتش. والله انا اتوقع انه فوز مريح للهلال باذن الله. فوز مريح جدا. هتلعب مع بطل افريقيا. هو بطل افريقيا، لكن كعبنا عالي مره على كل افريقيا. انا والاعلام السعودي شايف ان المباراه سهله جدا علشان تخلص المباراه برباعيه تاريخيه للاهلي على الهلال السعودي، وكان رد قاسي جدا من الاهلي، وكمان نسينا بيه خيبه الامل وعدم التاهل للنهائي. وهنا بدل ما كان عندنا عقده اوروبيه بقت عقده اوروبيه وبرازيليه. فرق البرازيل عملت علينا رومنتادا، وعلشان كده قررنا نعمل تيم كويس نقدر ننافس بيه فرق اوروبا وامريكا الجنوبيه، لان الناس بجد زهقت من المركز الثالث بتاع كل موسم. ونروح بعدها لكاس عالم 2022-2023، بدايه مختلفه مع مدرب مختلف مارسيل كولر. وعلى مستوى الصفقات في الفريق فيعتبر الفريق كان زي ما هو، الاختلافات بسيطه والاداء شويه يتقدم وشويه يتراجع، لكن كان عندنا امل جديد في كاس العالم مع مارسيل كولر. ونبدا اول مباراه بفوز قدام اوكلاند سيتي، واللي سجل الاهداف الشحات وشريف وتاو. وبالمناسبه الماتش كان يخلص اكتر من كده بكتير، علشان بعدها نقابل فريق سياتل الامريكي. ولحد هنا الجماهير مبسوطه والدنيا ماشيه حلاوه، رغم اننا لسه ما قابلناش فرق اوروبيه او برازيليه. علشان نقابل مين بقى؟ ريال مدريد، اللي كان مكسر الدنيا في اوروبا وجاي يلعب الماتشين دول ياخد فيهم البطوله والفلوس. لكن مارسيل كولر كان عنده راي تاني، قرر ياخد المباراه على محمل الجد، مش استسلام واعتراف بتفوق الخصم. وبالفعل قدرنا نشوف مباراه هجوميه جدا واداء عالي من الشحات وتالق من الشناوي. لكن كالعاده انت يا باشا بتهاجم باسلحه فاسده، وواحده من اسوأ المباريات اللي وضحت امكانيات اللاعب المصري. عموما المباراه دي انت كنت مستحوذ على الكوره وبتهاجم بطريقه كويسه، لكن امكانيات شريف وقراراته داخل الملعب ودقه التسديد من قفشه كان لها راي تاني. ورغم تالق معلول والشناوي والشحات، الا ان المباراه خلصت 4-1 لريال مدريد. وهنا الجمهور كان في حاله غضب من اداء اللاعبين، وكنا قريبين من صنع التاريخ لولا ضعف جوده اللاعبين داخل الفريق. علشان نخلص من بطل اوروبا فنقابل فلامينجو البرازيلي، مباراه للمره الثانيه على التوالي الفريق برازيلي، يعني المهاره والقوه البدنيه. والمباراه دي كانت بمثابه معركه وضحت لنا نجم كبير لكن الدكه اهلكته، وهو اللاعب احمد عبد القادر. علشان تعرف اكتر خلينا اوضح لك مجريات المباراه. في الدقيقه 11 ضربه جزاء وتفوق بهدف لصالح فلامينجو، علشان بعدها عبد القادر يرد بهدفين ولا امتع ولا اروع بصراحه. لعبه للنادي الاهلي، تعالوا نعوضها مر من الله 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 الله. لكن الفوز ما استمرش كتير، علشان في الدقيقه 77 نستقبل هدف التعادل ويرد علينا فلامينجو بهدفين كمان، وتخلص المباراه 4-2 لصالح العقده البرازيليه. والمره الثانيه على التوالي نتعثر قدام فريق برازيلي اللي هو زي ما قلت لك بقى عقده بجانب بطل اوروبا. الخساره المره دي غير، انت المره دي ما خدتش حتى برونزيه الثالث اللي هو احنا اصلا كان هدفنا نوصل النهائي، دلوقتي خرجنا. الرابع كان بمثابه كارثه وفضيحه كرويه، واللوم ما كانش على لاعب واحد زي كهربا ولا قفشه، اللوم المره دي على المنظومه بالكامل حتى المدرب. انت بقالك كام سنه بتصعد كاس عالم ومش عارف توصل نهائي، وبعد ما كنت بتحفل على جمهور الزمالك وتقول له رايح كاس العالم وانت محلك سر، رجعت انت بدري وتحفل عليك بافضل رابع على العالم. بس القصه لسه ما انتهتش، وحلم الوصول للنهائي لسه موجود، علشان بعد نهايه الموسم نتاهل لكاس عالم 2024. داخلين بحماس وروح الانتقام من فرق البرازيل واوروبا تحت شعار الكل هيتحاسب. لكن تحصل مفاجاه وعقبه كبيره، انت اول ماتش هتلعبه يا معلم هيكون قدام الاتحاد السعودي على ارضه ووسط جماهيره. وهنا الاتحاد ما كانش الاتحاد التقليدي، ده الاتحاد بعد صندوق النقد السعودي، يعني كانت في عز توهجه وبنزيما رجل البالندور وفابينهو وغيره كتير من الاسماء. وما اكدبش عليك جمهور الاتحاد اتهور، مش تهور الهلال، لا المره دي اكبر بكتير. اتحفل علينا قبل الماتش كاننا خسرنا سكور 4. يا ويلكم الاتجاهكم، يا ويلكم. الاهلي المصري دخل هنا بالجحيم واندفن مع الطلع. الاهلي النقه. سوشيال ميديا وبرامج التلفزيون السعودي خد بالك، اتحاد
كعبه عالي على الاهلي المصري. ده حتى الجماهير قبل المباراة حفلت علينا، يعني عملوا كل اللي نفسهم فيه، مش يتعلموا من غيرهم الهلال ولا الدحيل. المهم تبدأ المباراة، ويا ليلة كانت صفرة وبنمور دلوقتي بقت حمرة. وواحد اتنين الكبسة راحت فين؟ واحد اتنين الكبسة راحت فين؟ واحد اتنين الكبسة راحت فين؟ الأول والتاني والتالت، وفريق الاتحاد عاجز عن الرد، وكمان جمهوره جالهم حالة صمت لا إرادي علشان يرد الاتحاد بعدها بهدف عن طريق بنزيما اللي ضيع ضربة جزاء في المباراة علشان تخلص المباراة 3-1 لصالح الأهلي. خلصنا الماتش بروح معنوية عالية، وإننا المرة دي نقدر نوصل للنهائي بسهولة علشان بعدها ندخل على مين؟ فلومينينسي البرازيلي. وطبق الأصل من العلقة اللي فاتت، ضياع في الملعب. الشناوي اللي شالك من أول ماتش خيش قدام البرازيل. مش الشناوي بس، ده تقريبا الفريق كله. الفريق البرازيلي كان عنده نقطة ضعف، وهي أعمار الفريق. كلهم كانوا على وشك الاعتزال، أعمار 3/4 الفريق فوق ال37. لكن فعلا الخبرة أهم بكتير. مارسيلو وأعوانه قدروا يكسبونا 2-0، وللمرة اللي مش عارف كام نخرج على إيد فريق برازيلي علشان بعدها نقابل فريق اوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث، وتنتهي المباراة 4-2 لصالح الاهلي، وناخد مركز ثالث من اسهل بطولة كان ممكن توصل فيها للنهائي. بس تفتكر ما وصلناش ليه؟ من وجهة نظري التي لا تمس للواقع بصلة ولا تتعارض مع افكارك يا صديقي، ان احنا ما وصلناش نهائي علشان تقريبا ما فيش حاجة اتغيرت. انت المهاجم بتاعك من اول كاس عالم 2020 هو محمود كهربا، ومن يومها لحد مباراة فلومينينسي ولحد اخر مباراة في 2024 قدام الفريق الياباني برضو مفيش جديد. تقريبا اكتر من 3/4 الفريق عناصر ثابتة، وحضرتك مستني نتيجة جديدة. وهنا تم اكتشاف الثقب في السفينة، وبالفعل تم احلال وتجديد الفريق تمهيدا لمونديال الاندية في امريكا لسنة 2025، واللي دلوقتي نظامها اتغير. وبدل ما كنت بتشتكي زمان من المنافسة الغير عادلة، دلوقتي نظام البطولة اتغير وبقى دور مجموعات وادوار اقصائية. ومش بس كده، ده كمان ماتش الافتتاح هيكون ماتش الاهلي وانتر ميامي، يعني هتقابل ميسي واعوانه. وهنا ادارة الاهلي اشتغلت وصرفت وتعاقدت مع صفقات كتير في كل المراكز، وبقى عندك في كل مركز بدل اللاعب 2 و3. حتى المدرب اتغير لمدرب بيلعب كرة هجومية علشان بعد كل الضجة دي نلعب اول مباراة في دور المجموعات قدام انتر ميامي. الاهلي كان قريب قوي من خطف الفوز، ضيعنا انفرادات كتير علشان تيجي ضربة جزاء للاهلي ويقرر تريزيجيه انه لازم يجيب لعنة تضييع ضربات الجزاء من المنتخب للاهلي. يا إلهي. بعدها انتر ميامي يفوق والشناوي يتعملق وعمل تصديات خرافية لحد اخر دقيقة في المباراة، وركنية ترد بهجمة مرتدة للاهلي، وحسين الشحات في وضع 3-2 من فريق ميامي. وبشكل غريب واستفزازي جدا قرر حسين الاحتفاظ بالكورة لحد ما ضاعت الهجمة وتخلص المباراة بتعادل سلبي. قلنا عاد نعوض في اللي جاي. المهم تاني ماتش قصاد مين بالظبط؟ العقدة البرازيلية. احنا جدعان على اي حد، انما قصاد فرق البرازيل والتيكي تاكا والمهارات الفردية نحن لا نفقه شيء. وتبدأ المباراة وطبق الأصل من علقة فلومينينسي اللي فاتت يعملها بالميراس ونخسر 2-0، وعلى الجانب الآخر انتر يفوز على بورتو. وهنا أملنا في الصعود اتصعب. الأمل الوحيد إنك تغلب بورتو 3-0 وبالميراس يغلب ميامي 2-0. المهم ندخل على مباراة بورتو، وبسم الله الرحمن الرحيم تبدأ مجريات المباراة. وحسيت إن الأهلي بيلعب بخط هجوم فرنسا، لكن ما اكدبش عليك خط الدفاع كان أضعف من خط بارليف. وتبدأ حفلة الأهداف. هدف التقدم من وسام في الدقيقة 15، بعدها ترد بورتو بالتعادل ويرد وسام بالتقدم، بعدها بورتو ترد بالتعادل ويرد وسام بالتقدم. المهم وسط حرب الأهداف دي تخلص المباراة 4-4، وحرفيا رغم التعادل إلا إنها أفضل مباراة للأهلي في المونديال. وبالنسبة لمباراة بالميراس وميامي فالفريقين اتعادلوا وصعدوا سوا من غير مشاكل، والحمد لله خرجنا كأفضل رابع في المجموعة على العالم. بس سؤال حقيقي بعيدا عن التحفيل، لحد امتى هنفضل نخسر من الفرق البرازيلية؟ المرة دي من ناحية الامكانيات فاحنا عملنا كل شيء ممكن، حرفيا احنا اقوى تيم في افريقيا. وسؤالي ليك كمشاهد، تعتقد ناقصنا ايه علشان نقدر نقدم مستوى يليق بينا في كاس العالم؟ وهل فعلا احنا فريق محلي وافريقي بس، انما قدام فرق اوروبا والبرازيل مفيش مستوى؟ مستني ردك في التعليقات.